السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة جايبه لكم طريقة عمل الجمبري بطريقتين مختلفين. الطريقة الأولى هنعملها بالصوص بالجزر والفلفل. حطينا شوية من زيت الذرة، وكان عندي بصلاية مقطعاها. هحط كمون وبابريكا وفلفل اسود وكزبرة وملح. كل الخلطة دي كان عندي كيلو من الجمبري هنزل بيه. هبتدي ان انا اقلب في الجمبري بتاعنا ده. كان الجمبري مقشراه ومطلعه الخيط الرملي من ظهره وغسلاه كويس بالملح، وهبتدي ان انا اقلب فيه تقليب كويس جدا، تشويحه كده. والبصله بتاعتنا مقطعاها وحط عليها البهارات اللي انا قلت لكم عليها، ومقطعه طماطمايه ومقطعه فلفل اخضر. عايزه تحطي فلفل حامي حطي، عايزه تحطي بارد حطي براحتك. هسيبها طبعا تطلع المية بتاعتها، الجمبري هيطلع المية وهبتدي ان هو يشربها. بعد كده مع التقليب المستمر عندي البصلاية اللي انا حط عليها كل البهارات بتاعتي هنزل بيها بالشكل ده. دي طريقة مختلفة بالصوص بتاعنا بالجزر وبالفلفل، هتعجبكم ان شاء الله. هبتدي ان انا اقلب التقليب ده كله. شوفوا الجمال، شوفوا الريحة جميلة جدا والطعم بتاعه تحفة. تقليب بقى مستمر. كنت مقطعة طماطمايه كده كبيرة هنزل بيها، وعندي جزر، جزرايه برضو كبيرة كده كنت بشراها. دي بقى اللي بتدي التسكيرة الجميلة للجمبري. اقلب، هو بتطلع المية بتاعتها وبتشربها تاني. وقرن فلفل اخضر، عايزة تحطي فلفل حامي حطي، بس انا فضلت البارد عشان ما تبقاش حاجة حامية على الولاد. فابتدي ان انا اقلب التقليب بتاعنا. هسيبها شوية على النار. قرب ما يستوي هنزل بجزرايه مبشورة، دي اللي بتعمل الصوص الجميل بتاعنا وتدي التسكيرة الحلوة للجمبري. جزر، اي حاجة تحطي عليها جزر بتدي تسكيرة جميلة قوي للجمبري، هتديكي طعم حلو قوي. كان عندي كيلو جمبري تاني. جمبري بقى عايزة اقليه، فكنت عاملة جبت معلقة من الثوم المدقوق، وعليها كمون وملح وبصل بودر توم بودر، فلفل اسود، بابريكا. كل التوابل بتاعتنا دي هنزل بيها على الجمبري. الخلطة دي كلها اسيبها تختلط بيها وتتبل شوية كده، نص ساعة ساعة على حسب الوقت بتاعنا. بعد ما قلبت المكونات دي كلها هسيبها شوية، نص ساعة ساعة على حسب وقتك. كل ما تسيبيها في التتبيلة كل ما تكتسب الطعم بتاعنا الجميل. هحط معلقتين كده من الخل عشان تاخد الطعم بتاعه، المزازة بتاعة الخل بتاعنا. وابتدي ان انا اقلب تقليب كويس جدا. اجهز بقى الدقيق بتاعنا اللي هقلي بيه الجمبري، وهنزل على الدقيق بمعلقة من النشا عشان تطلع مقرمش، وبيكنج باودر 3/4 معلقة بيكنج باودر، واقلب المكونات دي كلها مع بعض. بعد كده دي الجمبري بعد ما سبته في التتبيلة نص ساعة هنزل على الدقيق بتاعنا بالشكل ده، وابتدي اخلطه بالدقيق. وكنت حاطه الزيت على البوتاجاز لحد ما اتقدح معانا الزيت. انزل في الزيت بتاعنا اقليه. شوفوا الجمال بقى والحلاوة بتاعتنا.
هسيبه لحد ما يحمر. دي طريقة مختلفة. يبقى عندنا طريقتين للجمبري، الجمبري اللي هو بالصوص الجزر والفلفل والبصل، وعندنا الطريقة التانية بالثوم المقلي، ان احنا نقلي الجمبري بالثوم بتاعنا. شوف اللون بتاعه ذهبي جميل ازاي. خلي بالك ان هو ما يتحرقش معاكي، يديك اللون اللي هو الذهبي الجميل بتاعنا ده. نبتدي نطلع ونصفيه على المناديل بتاعتنا. دي طريقة مختلفة يا جماعة، هتعجبكم ان شاء الله. طريقة الجمبري بالطريقتين المختلفين، جربوها. وبرضو هنحط تاني، هنقلي برضو شوية تانيين كده لحد ما يدي اللون الذهبي بتاعنا. خلي بالك ان هو ما يتحرقش منك. نبتدي نطلع بقى اهو، ده اللون الجميل بتاعنا الذهبي. ده الطبق اللي بعد ما خلص بتاع الجمبري اللي بالصوص، والجمبري التاني اللي هو المقلي بالطريقة المختلفة بتاعتنا. وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك لقناة أكلة حلوة.